أدلى مدرب المنتخب الفرنسي الأولمبي سيلفان ريبول بتصريحات في مؤتمر صحفي علق فيه على ما بات يطلق عليها الهجرة الجماعية لنجوم صاعدة إلى المنتخب الجزائري وانقلابهم على منتخب فرنسا. وتحدث سيلفان ريبول عن موقف اللاعبين الذي وجه لهم الدعوة لتقمص ألوان المنتخب الفرنسي الأولمبي ورفضوا ذلك، خاصة الجزائريين منهم الذين اختار 6 منهم دفعة واحدة تلبية لدعوة المنتخب الجزائري مؤخرا. وقال ريبول إنه لا يعتقد أن منتخب فرنسا فقد جاذبيته إلى ذلك الحد الذي يجعل لاعبين من جنسيات مزدوجة يرفضون اختيار حمل قميص كتيبة الدياكة للعب رفقة منتخبات بلدانهم الأصل. وأضاف المتحدث أنه يجب على الجميع في فرنسا احترام القرار الذي يتخذه أي لاعب مغترب يمكنه اللعب لمنتخب فرنسا أو منتخب بلده الأصل. وجاءت تصريحات مدرب فرنسا الأولمبي متوازنة دعا فيها إلى احترام قرار أي لاعب بشأن مشواره الدولي، عكس حملات الكثير من التقنيين والإعلاميين الفرنسيين الذين شنوا حملة نقد واسعة على مزدوج الجنسية الجزائرية.